ومن أغرب ما عرف في تاريخ العرب في مسألة القتل أن رجلا قبل زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل رجلا له ذرية صغار، ثم إن الذرية كبروا في زمن معاوية وطالبوا بالقصاص، فكتب معاوية إلى واليه بالمدينة أن يقيم القصاص، وكان القصاص آنذاك يقوم أولياء الدم أنفسهم بضرب عنق القاتل، فقدم القاتل لأن يقتل في ساحة القصاص، وهو في الطريق جاءته امرأته تودعه تبكيه، فنظر إليها فرأى عليها مسحة جمال، فذكرها وتوعدها ألا تتزوج بعده، فقالت أمهلني، فذهبت وجدعت أنفها، ثم قدمت إليه وقالت أهذا صنيع من يريد الرجال بعدك؟ قال لا، الآن طابت نفسي. ثم قدم لساحة القصاص، فلما جيء به ليقيدوه قال لي لا حاجة لي بقيدكم، قالوا حتى لا تتحرك رجلاك، قال لن تتحرك. ثم نظر وقد جاء أمير المدينة آنذاك يشهد القصاص، فتحت الأبواب وللأبواب صرير وثمة حراس وحاشية يحفون الأمير والناس ينظرون، فعمد القاتل الذي سيقتل إلى أولياء الدم وقال لمن يتولى ضرب السيف منهم إذا ضربتني فاضربني بكذا وكذا، يحدد له كيف يقتله. ثم قال أذا العرش إني عائذ بك مؤمن مقر بزلاتي إليك فقير، وإني وإن قالوا أمير مسلط وحجاب أبواب لهن صرير، لا أعلم أن الأمر أمرك إن تدن فرب وإن ترحم فأنت غفور. ثم ضرب عنقه بالسيف. قال الرواة كما حكى ابن عبد ربه في العقد الفريد وغيره لم يتحرك منه شيء، أي بقي ثابتا جلدا ذا جنان صعب. وأمثال هؤلاء قليلون في الناس. على الضد أحد الصالحين الأخيار المعروف برباطة الجعش لما قدم ليقتل أصابه جزع، فلما قيل له لما هذا الجزع قال كيف لا أجزع وأنا بين يدي قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور. قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور. ولا ريب أن القتل صبرا، أي أن يؤخذ الإنسان إلى ساحة القصاص فيرى كيف يقتل صبرا، يعني على مشهد ومرأة، ليس بالأمر الهين. ليس كل أحد يقدر أن يكون ثابت الجنان واثقا من نفسه في تلك اللحظات، وإنما هذا يبنى غالبا على طبيعة النفس وعلى كمال قدرتها ورباطة جأشها وعلى ما كانت تقضي فيه أيام حياتها، لأن مثل هذه الأشياء لا تعطى هبة واحدة بين عشية وضحاها، إنما تؤتى مع الأيام وتنمو مع الشخصية ومقابلاتها وأخذها وعطائها. والناس في هذا كثيرون. وقد كان الخوارج على ضلالة معتقدهم من أشجع الناس قلبا عند لقياء القتل. قال قطري بن فجاءة أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع. في قصيدة طويلة. وقد كان فيهم من الجبروت والشجاعة والقوة ما لا يعلمه إلا الله. كان أحدهم يعمد منذ أن يدخل المعركة يعقر خيله حتى لا يفر، ثم يدخل ويقبل غير مدبر ويرى من تطاير الرؤوس وغيرها، ومع ذلك يجعله ثابتا. وهذا في الناس قليل، لكن كما قلنا هذا مبني على شجاعة قلبية موروثة، إما أن تكون بسبب الأحوال التي عاشها المرء أو ورثها عن أجداده وعن آبائه، وهذا فضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. لكن ينبغي أن يعلم أن التعرض لدماء المسلمين من أعظم الحرمات وأجل الكبائر. وقد قال أهل العلم إن أمورا ثلاثة حرمها الله جل وعلا في الشرائع السماوية كلها: الشرك به والقتل والزنا. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والآيات من سورة الفرقان، وسورة الفرقان سورة مكية وقد نزلت في مكة قبل التشريع، مما يدل على أن هذه الثلاث جاءت الشرائع السماوية كلها بتحريمها، وهي الشرك بالله
وقتل النفس بغير حق